الحمار بيعمل صوت ايه افضل في الهند؟ دانشو دانشو دانشو. ما شاء الله. يو برافو. خدي رزاية دي، ممكن تعملي محشي ليا؟ من العين دي للعين دي. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا في مصر، ومش في اي مكان في مصر، احنا في الريف المصري، هنقضي يوم كامل. يلا بينا. اول حاجة بقى دلوقتي انا رايح هغير اللبس بتاعي وهلبس الجلباب زي الناس هنا كده بقى. خلاص لابس جلباب وبقيت مصري دلوقتي. اول حاجه افضل كان نفسه يجربها هو تجربه سواقه الجرار، فهو قرر يدخل المزرعه بالجرار. يعني اي نعم ما كناش عارفين هيسوق ازاي، بس هو عجبه جدا التجربه دي، وزي ما انتم شايفين هو مستمتع جدا بسواقه الجرار، وانا كمان كنت مستمتعه لغايه لما الشجر كله دخل في وشي كده. يعني انا كلت كل الشجر اللي في الطريق. أول ما دخلنا على القرية بقى أفضل كان عمال يحيي الجماهير، كان حاسس إنه عمدة جدا في نفسه. فأكيد انتوا فاكرين أنا دلوقتي فين؟ فأنا موجود دلوقتي في قرية اسمها إتميدة في محافظة اسمه دقهلية مع أخويا مصري اسمه محمد. هنقطع الحطب وهنولع بيها الفرن. عايزين نولع الفرن علشان نعمل العيش. بصوا بقى افضل اقطع لنا حته البوز دي. هنعمل بقى العيش اللي هو ابو رده ده البلدي الحقيقي كده، ماشي؟ بس بولع في الفرن حر قوي. جاهز؟ جاهز، يلا بينا. يا جماعة كنت عايز أقول لكم نفسي كان عايز أشوف قرية في مصر من زمان. قبل ما جيت مصر أنا كنت فاكر مصر كلها رملة وصحراء بس، لكن ما شاء الله شايفين المياه هنا ساعة ازاي، والخضرة هنا خضرة ازاي. عاجبني جدا صراحة. بس عارفين ايه احلى حاجة هنا؟ ان الناس هنا طيبين قوي. تعرفت على الناس كتير قوي لما احنا ماشيين، برحبوا بيا جدا وعملوني كأن اصحاب من زمان، مع اني اول مرة اشوفهم وهما اول مرة يشوفوني. واحنا بنلف كان وقت صلاة الظهر، فلقينا مكان ده في وسط الزرع، فاتودينا في المكان ده. المياه دي كان نضيفة ومنعشة قوي. وبعدين صليتنا في مسلية دي في وسط الطبيعة، ومكان كان هادي والمريحة قوي، وحوالينا كان زرعة من كل ناحية. صراحة كان إحساس حلو قوي. طب عامل ايه؟ دي عندنا الناس في شم النسيم لما بتخرج. في يوم عندنا اسمه شم النسيم. ماشي. عارف. الناس بيلفوه على راسهم عشان يحميهم من الشمس. ما شاء الله. خلاص هو شكله ايه حلو رأيك عليك. بقى شكلي؟ جامد. ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ اهو في الريف المصري. انت عرفتوه ولا لا يا جماعة من البتاعة دي؟ ده شعري الجديد. واحنا كان ماشيين فلقينا باذنجان للمحشي. عارفين بقى يا جماعة الفرن ده مش موجود في الهند على فكرة، يعني هم بيعملوا العيش بتاعهم على الطاسة، لكن احنا هنا عندنا بنعمله في الفرن الفلاحي ده، بيطلع عيش جميل وسخن وجميل جدا. فالنهارده بقى هدوقه افضل لاول مرة، فانا متأكدة ان افضل لما يدوق بقى العيش المصري بتاعنا هينسى الروتي الهندي، ونعمله مع بعض ونشوف رد فعله هيكون ايه. بصوا يا جماعة الطريقة، يعني مش بيستخدموا النشابة عادي كده، لا ده يعني في تكنيك. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدك الله. اخد بقى حته بايدي كده يعني، يا طنط بتعلمني. اهو معايا استاذة ياسمينة بجرب نعمل عيش المصري. شكلها مش عارف. لا ده ايوه كده ريدي. حتى ما بينزلش. يلا ايوه بص بقى ده اهو.
يو برافو يا الله. ياسمين عاملة عيش دي مدورة. ده أول تجربة؟ هي دي كان أول عيش، مش طلعت مدورة ودي طلعت مدورة. يا ياسمينة انت بتعملي ايه؟ قولي ياسمين تجربتك الموضوع مش سهل خالص، أنا كنت فاكراه أسهل من كده، بس لا محتاج يعني إيه خبرة، محتاج خبرة كبيرة. صراحة يا جماعة عيش دي أصعب بالعيش هندي. يلا خد دي. بسم الله. بص مدور هيطلع مدور إن شاء الله. بصوا بعد ما خلصنا بقى وعملنا العجين وكده، هناخد بقى إيه أول عيش عملناه، هو أول واحد بيتحط في الفرن. بصوا يعني حتى ان احنا ناخد العيش ونحطه على المطرحة ونلفه وبعدين نحطه على الفرن، دي محتاجة مهارة عالية قوي، فما شاء الله على الفلاحة المصرية وشطارتها بجد. ايه ده؟ شو انا كنت فاكرة بنحط كل الصينية جوه. توصل ايه؟ بسم الله ما شاء الله. بص العيش حلو ازاي وطري وجميل وسخن. جميل قوي ما شاء الله. بص لا انت دوق الاول. لا انا دوق الاول. بجد بجد ما شاء الله. تسلم ايدك. شوفوا عيش طلعت كبيرة ازاي اهو، حطينا في الفرن صغنونة قد كده وطلعت من فرن كبيرة قوي اهو. يو برافو. بص بقى حطها على المطرح. باتيه ده طالع باتيه ده. شكله مربى. بص يلا بسم الله. طبعا ده كله دول كلهم كنت عاملاهم، انا عملت ايه على قدي عشان انا بصراحه كنت متخيله الموضوع سهل، بس طلع اصعب مما تتخيلوا، محتاج تكنيك عالي قوي. فتسلم ايدين والله كل اللي بيعملوا العيش. بعدين هنولع بيها القانون عشان نعمل بيها اكل مصري. يلا بينا نعمل بطاطس. ومعايا دلوقتي بطاطس قطعناها شرايح زي كده وهنقلي دلوقتي. اهو بطاطس بتاعنا جهزت. بطاطس البطاطس حلوة خالص حلوة خالص. احنا فطار مصري بقى فلازم يبقى فيه طعمية اكيد. يلا بسم الله نطلع الطعمية. بقى طعمية وبطاطس كده بقى. جبنة معايا جبنة معايا جبنه ودي اسمها ايه؟ دي قشطه. دي قشطة وجبنة. دي جبنه قريش يا جماعه فلاحي. بسم الله. ثانية. واو فطيرة مشلتتة اهو يا جماعة احنا جاهزين. سفرة بتاعنا كله اكلات لذيذ جدا موجود قدامنا اهو. دي عيش بلدي اهو احنا عملناها في الفرن دي. وبعدين بقى التين وجوافة احنا جايبين من شجر اهو. انتوا شايفين ده شجر بتاعت جوافة، كله جوافات موجود هناك. دي قشطة وفول بالطماطم. دي جبنة ايه؟ جبنة قريش. وده بطاطس طعمية. فطير اهو اهم حاجة. فطير هنا وكل حاجة. هناكل بقى جعانين جدا اهو يا جماعة. شايفين العيش ياسمين عاملها ده؟ شكله عيش بلدي باتيه. الفطار ده يا جماعة كان احلى فطار دقتها في حياتي. اكتر حاجة كان عجبني الفطير بالقشطة والعسل والعيش البلدي. كل حاجة كان طعمه حلو قوي. ربنا يديمها النعمة يا رب. جبت لك بقى الايه القصب بتاعنا عشان تجربه.
طب ازاي انشره بقى؟ بص بص بص. ما شاء الله. ما شاء الله كده؟ ايوه اجمد. بص يا جدع، يلا ها جدع. 1 2 3. هات واحد بس. جاهز؟ جاهز. هنحقق لك احلامك اهو. ده اسمه ايه بقى؟ فالنتين. ها؟ فالنتينو. فالنتينو. فالنتينو ده اسم انجليزي ولا عربي؟ عربي. عربي؟ فالنتينو. فلنتي هو قوي؟ هاخد هيستحملك. انت طن يعني انت بتركب يا عم. جايين على المعلم. الصلاة على النبي. بسم الله. بسم الله. شيل الخليه بقى، شيل الخليه. اطلع بس قدام شويه. امسكي فيه بقى. امسكي فيه. الصلاة على النبي. امسكي امسكي. ربنا معايا بقى، ربنا معايا. لو انت هتسيبه وهو ماشي مع نفسه بس هيروح فين؟ هيروح البيت هنا. طب سيب بقى. طب سيبه يا معلم، سيبه كده. سيبه. ايوه. والله تعبانه. عايزه اقول لكم ان الحمار وقعنا بعد دقيقتين بالظبط. تلاقي في البلد. سكرك ايه؟ معلقتين. انا عايز جاموسه من الهند تحلب. ليه؟ هنا كتير. لا هنا بقى، هنا تحلب بس 4 5. انتوا عندكم بتجيب بال 15. يعني انا عاجبني تعامل اللبن هنا اكتر من الهند. صح. هنا نضيف. لبن هنا بعمل كده قشطه تخين قوي. انت منورنا. بنورك. ماشي يا حبيبي، ماشي. الف سلامه. ماشي يا حماد. ماشي. كده خلصنا يوم بتاعنا في القرية في مصر. أول مرة. أنا صراحة مبسوط جدا جدا. الأجواء هنا جميلة جدا وسلام نفسي وخير وبركة. عاجبني الأجواء جدا جدا. كل حاجة أزرع وخضار وفواكه. النهاردة يا جماعة كنا ضيوف عند محمد نصر، عنده صفحة حلوة جدا على الفيسبوك وعلى يوتيوب، لازم تتابعوه. بينشر فيها فيديوهات مريحة جدا للأعصاب، للريف والحياة والأجواء في القرية. حبيبي هات حضن بقى. مع السلامة. مع السلامة.